اخين اشتكوا بعض في المحكمة علشان خاطر امهم. اشتكوا بعض كده قدام القاضي علشان خاطر امهم. ليه يا عم الشيخ؟ الام ادت فلوس لواحد وما ادتش التاني، كتبت لواحد ارض وما كتبتش للتاني، ادت ده حاجة من البيت وما ادتش التاني. لا والله العظيم ده حاجة كده يا جماعة يمكن اغرب حاجة هتسمعها في حياتك. الاتنين اشتكوا بعض كده قدام القاضي علشان اللي ياخد امه يعيشها معاه ويقعدها عنده. والله العظيم سبحان الله العظيم، موقف عجيب. صلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الام ده يا جماعة اللي ولادها الاتنين بيتخانقوا عليها خلفت ولدين، وكان واحد منهم اكبر من التاني يعني بسنين طويلة شوية، يعني اكبر منه قوي، وزوجته ماتت واولاده كل واحد متجوز وقاعد في مكان. طب الاصغر بقى، الاخ التاني، الابن الاصغر لسه متجوز واولاده لسه يعني صغيرين، محدش منهم متجوز، والام عايشة مع الابن الاكبر، والابن الاصغر عاوز امه تقعد معاه، عاوز امه تعيش عنده. بيسألوه ليه؟ قال لهم فهي باب يوصلني الى جنة الله. ازاي افرط فيها وازاي اخليها تبعد عني؟ ما ينفعش. هو الابن الكبير قال امي قاعدة معايا مش هفرط فيها، ما ينفعش اسيب امي، بالرغم يا جماعة ان هو كبير في السن، راجل كبير يعني بيخدم نفسه بالعافية يعني، وان كان مقصر شوية في خدمة امه بس هو ده كل اللي بيقدمه. سبحان الله العظيم. تخيل بقى بيعملوا ايه مع بعض وليه؟ علشان ده عاوز امه تقعد معاه وده عاوز امه تقعد معاه. طب يا عم نخليها عندك اسبوع وعندي اسبوع، ده يقول لا وده يقول لا، انا عاوزها معايا ال 24 ساعة وده عاوزها معايا ال 24 ساعة. لما اختلفوا اشتكوا بعض في المحكمة. تخيل شوف مدى البر. فوقفا امام القاضي، ولادها الاثنين وقفوا قدام القاضي. ايه المشكلة؟ ده يقول انا عاوز امي تقعد معايا، انا اقدر على خدمتها، انا لسه فيا الصحة والعافية، زوجتي موجودة وولادي موجودين. طب انت هي قاعدة معايا، يمكن انا صحتي تعبانة شوية بس امي قاعدة معايا مش هفرط فيها. اسمع الى العجب العجاب بعدما تصلي على سيد الاحباب محمد. القاضي مش عارف يعمل ايه، سبحان الله. انتبهت الام بقى، الام بقى هي اللي تختار بقى. جات الام وهم يحملوها على شيء فهي لا تتحرك. سبحان الله العظيم سبحان الله. اسمعوا يا جماعة، انا ممكن استخسر كشف في امي الا من رحم ربي. امي يعني لما المرض يزيد عليها عاوز اوزعها تروح لاي واحد من اخواتي، ما انا مش هفضل الف بيها. في ناس بتعمل كده يا جماعة والله العظيم، وتيجي تسأل نفسك ازاي تعمل كده مع امك؟ ازاي وتعلي صوتك على امك؟ ازاي وتسيب دين ربنا لامك؟ ازاي وعاوز تطرد امك من البيت؟ ازاي وتفضل مراتك على امك؟ ازاي ومستخسر الجنيه في امك؟ ازاي؟ والله العظيم يا جماعة الواحد بيتعجب. جاءت الام امام القاضي فخيرها القاضي تعيشي مع ابنك الكبير اللي انت قاعدة معاه وتفضلي معاه على طول، ولا تعيشي مع ابنك الصغير؟ فقالت الام للقاضي اسألك سؤالا، هل تستطيع ايها القاضي ان تعيش بعين واحدة؟ تقدر تعيش بعين واحدة؟ قال لها لا. فقالت هكذا انا، ولا اقدر استغنى عن ده، بس القاضي لازم يفصل في الموضوع. فنظر القاضي الى مصلحة الام، شوف بقى اللي الام هترتاح معاه هيقدر على خدمتها. فاختار القاضي الابن الاصغر لانه فيه الصحة والعافية، يقدر يخدم امه. فوقف الابن الاكبر وبكى لله عز وجل وقال يا رب هذا قاضي في الارض حكم بهذا، فاسألك يا رب الا تحرمني من
العالمين. اعمل ايه يا رب بقى غصب عني؟ يا رب انا كنت عايش خدام تحت رجليها علشان انت ترضى عني. يا رب انا كنت عايش خدام تحت رجلين امي علشان تدخلني الجنة. يا رب انا كنت عايش خدام تحت رجلين امي، لان النبي محمد قال بعد ما تصلي عليه، قال رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين والعياذ بالله.